الفترة اللي فاتت حصل إن في عدد مش قليل من الناس من أصحابي هنا بدأوا ينفصلوا عن زوجاتهم طبعًا، ما بين الناس اللي متجوزين وعندهم ولاد، ما بين اللي ما عندوش ولاد، لكن الموضوع بقى فيه pattern كده مش عارف حابب إن أنا أطلع أتكلم معاكم عليها، مش على أصحابي، هاتكلم على الفكرة نفسها، ومن وجهة نظري يعني أنا كمان كنت شُفت report كده بيتكلم على معدلات الطلاق في كندا وبالنسبة للعرب قد إيه، هو مش تقرير محدد أوي عن العرب، لكن هو بيتكلم إن بشكل عام في 2020 كانت نسبة الطلاق 5.6 لكل 1000 واحد، العرب من الجاليات الكتيرة اللي بيحصل عندها انفصال بس أسباب كتير، لكن هاكلمكم النهارده على الحاجات اللي أنا شايفها من وجهة نظري شوية. أول سبب يقدر أقول لكم عليه هو فكرة عدم وجود الأهل والدايرة الدعم الsupport circle اللي هي كانت موجودة عندنا في بلادنا، يعني أنت في بلادنا في أهلك، في جيرانك، في صحابك، في أي حد ممكن يتدخل لو حصلت مشكلة، في زعيق، هتلاقي حد يتدخل، يعني لدرجة واحد صاحبي أصلا بيقول لي إحنا كنا وقت الخناق، يعني هو متعود إن لما بيعلوا صوتهم في مصر تقريبا العزل مش قد كده، فالجيران بيخبطوا يا جماعة في إيه اللي بيحصل؟ او البوليس يجي، فهو فاهم ان هنا البوليس لو هيسمع الكلام ده هيفتكروا ان في عنف منزلي فيجيبوا البوليس. فبيقول لي والله كنت ابقى قاعد لابس شورت في البيت، وبسبب الصوت العالي والزعيق العالي ده بيقول لك بقى معركه قايمه، فبيقوم يلبس هدومه عشان البوليس لما يجي البيت يبقى يلاقيه لابس لما هياخدوا البتاع. بيقول لك محدش كان بيجي ولا حد بيعبرنا ولا اي حاجه. هنا بتكلم على كندا يعني مش على مصر. في مصر انت تلاقي الجيران يا استهدوا بالله يا رجاله ربنا معاكم ما يبعد عنكم الشيطان، ده هو عين حسود عين حيوان عين اي حاجه. المهم هنا مفيش اي حد خالص بيتدخل. فلو انت ما عندكش دايره معارف كبيره، ما عندكش اصحاب، ما عندكش اهل هنا حتى في كندا، الموضوع الى حد ما بيكون مشكله. تاني حاجة بالنسبة للفلوس، الفترة الأولانية تحديدا دي يمكن أكتر الفترات اللي بتشهد الناس تبدأ تحصل مشاكل كتير ما بينهم، لأن بيكون بقى ضغط الفلوس هنا كتير، توقعات الناس اللي بتبقى جاية. ممكن الناس بشوفها كتير على السوشيال ميديا بتسأل هو أنا لو جبت معايا 12,000 لمدة أول 6 شهور يبقوا كفاية؟ كفاية إيه؟ ده أنت الشهر لوحده هتدفع لك مثلا فيه مش أقل من $5,000. فبالتالي بيخش بقى في توقعات مع حاجات زي كده، والرجالة عامة طبعها بتتوتر من نقص الفلوس. يعني يمكن الستات مش كده، فممكن هو يبدا ينفعل، ممكن هي تبدا ما تعرفش ترد كويس، فتبدا المشاكل اللي بتبدا من حاجات بسيطه دي وبتكبر تبقى حاجه قد كده يعني. المهم فدي بتبقى مشكله كبيره في مشكله الماديات في الفتره الاولى. من المشاكل اللي انا اكتشفتها برضو فكره، مش هقول لك فكره تغير الزوج، يعني دور الزوج في كندا، لان هو الستات اللي بتيجي مع الناس اللي بتيجي هنا متخيلين دور الزوج، بس هي برضو نقطه انا ممكن عايز اتكلم عليها. فكره ان انت في مصر الراجل هو مسؤول بشكل كبير عن الصرف والحاجات زي كده، بتيجي هنا بتكتشف ان هو مش كده عادي. هو هنا على فكره اصلا في الزوجات هنا لما بتشتغل بتحس بنوع من الاستقلاليه اكتر من موجوده اللي في مصر. مش معنى كده ان الستات في مصر مش مستقله، الستات انا يعني عادي جدا زي مستقلين جدا جدا في مصر اللي انا شايفه على المحيط، يعني اللي انا ببص عليه. لكن هنا الاستقلاليه لو هي في مصر 10، هنا الاستقلاليه 10 ونص 11. فاهم؟ الدنيا هنا مختلفه شويه، مفيش اي باوندريز، مفيش حدود، اي حدود في ذهنك او في ذهنك على استقلاليه المراه هنا مش موجوده اطلاقا. هنا التيميت كبير. فبالتالي ده بيحصل مشكله ما بين الراجل والست، مين اللي بيصرف، مين اللي بيعمل، مين اللي بيسوي، يدخل جزء مادي، يدخل جزء التزامات، يدخل مش عارف ايه. فهي الحته دي برضو بحس ان هي شويه مين مسؤول عن ايه ومين مسؤول عن تربيه الولاد. بالست مثلا بتكتشف ان هي هنا الراجل المفروض يربي ويصحي وينيم ويعمل، هنا الرجاله بتعمل الكلام ده هنا. لكن ما بيحصلش مثلا كده عندنا في طبيعتنا احنا كرجاله. يعني اللي يتفرج حتى على مسلسل بتاع كارثه طبيعيه بتاعت محمد سلام يشوف، يعني الراجل اصلا مش متوقع انا مالي انت هتربي ربنا يقويك يعني. هنا لا، هنا الست بتكتشف ان انت مسؤولياتك، انت لو مش بتأدي مسؤوليتك ما زي صحابي اللي ولادهم في المدارس اهاليهم بيخلي بالهم منهم وحاجات زي كده. رغم ان هو هنا برضو في نقطه تانية، الراجل برضو بيكتشف حاجه تانية، بيكتشف ان الست مفهماه، او يعني هو متخيل يعني من طول عمره ان الست ممكن لو قاعده في البيت هي بيعمل لها يوفر لها الفلوس وهي بتعمل كل حاجه. بس بيكتشف هنا ان الست هنا بتشتغل وبتخلي بالها من الولاد وهو برضو بيخلي باله من الولاد. فبتخش في حته كده ايه، دايلاما كده، اللي هو ايه، حته هو مين مسؤول عن ايه. فدي نقطة شوية لو انتوا الاتنين مش بتتكلموا مع بعض، مفيش حوار مع بعض، الموضوع بيكون بشكل كبير عامل مشكلة. نيجي للنقطة الرابعة وهي فكرة بقى الحتة المهمة جدا جدا، وهي فكرة القوانين. يعني هنا القوانين في كندا، طبعا القوانين في مصر والدول العربية يعني بتحمي المرأة وكل حاجة وكل الكلام ده، ولسه انتوا شايفين ان هم لغوا القايمة. مش عارف هم لغوا القايمة ولا رجعوها ولا ايه. انا على فكرة ما كنتش عارف القايمة دي ان هي بتحط فيها حاجات انت ما جبتهاش.
انا حماية الله يرحمه يعني، ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له، كان ضد تماما القايمه. يمكن بابايا اللي قعد يضغط عليه انه يعمل قايمه، قال له عايز تعمل قايمه لو عشان ما يزعلش بابا اعملها وخليها معاك، فاهم؟ ما حدش مضى عليها مع بابا لغايه دلوقتي، مع ان هم يعني ففي مصر انت بتضمن حق الست بطرق مختلفه، وحاجات قانونيه والمش عارف وتمكين وحاجات زي كده. بس هنا لو حق الست هناك حاجه، هنا برضو الدنيا مختلفه شويتين. هنا بعد الطلاق انت الراجل بيبقى فاهم بقى ان بعد الطلاق في مثلا اللي هو الالمني، في بتاع السباوزل سبورت، الشايلد سبورت، مش عارف ايه حاجات كده كتير. فبتحس ان القوانين بتحمي المراه بشكل كبير، ودي حاجه بقى بحس ان الستات هنا وتحديدا الناس اللي هي بتبقى جايه لسه في الفتره الاولى، اعتقد كل ما بتعدي الدنيا بتهدى. بس يعني اللي انا بشوفه الفتره الاولى يعني هي الستات بتكتشف الموضوع ده، فبالتالي بالنسبه لها طب انا مش محتاج، يعني الدوله هتدعمني بشكل كبير. رغم ان والله اعرف ناس كتير من صحابي، يعني مش الجزئيه دي، هعيد تاني. لكن رغم ان انا اعرف ناس برضو يعني يتكلموا ان هو ما كانتش احسن اختيار ليهم لما اعتمدوا على حاجه زي دي. الحكومه بتعمل سبورت للناس السنجل هاوس، السنجل ماذر والحاجات زي كده. رغم برضو انا كنت بقول لكم على حاجه بالنسبه للرجاله اللي بتشتغل في البيت او اللي بتصرف في البيت، في حاجه اسمها ستي هوم داد او ستي هوم فاذر، زي الست اللي بتبقى موجوده في البيت مع اولادها، في برضو حاجه زي كده. لكن هنا بالنسبه لموضوع الانفصال والقوانين تحمي المراه بشكل كبير جدا، فبيخلي المراه تحس لا انا مش محتاجه حاجه، انا بالعكس هروح لحاجه زي دي. بتكتشف بعدين او ما بتكتشفش، مش دي مشكلتنا خالص. هو بعد الانفصال محدش اكيد فارق معاه التاني، يعني غير العلاقه المحترمه اللي ما بينهم. بس دي من الاسباب اللي بتخلي الموضوع يكون اسهل شويتين. بس فمن الاخر نصيحتي يعني لكل الناس، حاولوا ان انتوا يكون عندكم دايره سبورت كويسه، الناس صحابك في المسجد، في الكنيسه، في اي مكان بتروح فيه، خلي عندك دايره صحاب، ناس تقدر تتدخل، ناس تقدر ترفع سماعه التليفون لو حصل حاجه، لو اهلك موجودين هنا دي حاجه كويسه. لكن ما تسيبش الامور تتفاقم، خليكم صراحه مع بعض، اعملوا كونسلنج على طول، اللي هو الثيرابي ده، الثيرابي كونسلنج او الفاميلي كونسلنج برضو بتبقى مفيده جدا. زمان الواحد كان يقول لي حاجه ايه الهبل ده، لا موجوده هنا. لو انت شغال في شغلانتك على طول هتلاقي فيه زي الاونس كده معين للكابل ثيرابي والحاجات زي دي، ممكن تروح لها. خليكم صراحه مع بعض لو في اي حاجه من الحاجات دي، لان بقول لك انا بشوف الباترن متكرر كتير خلال الفتره اللي فاتت، ونسبه كبيره عرب، مش هقول انهم جنسيات بس برضو عرب. فربنا يحفظ الجميع، لان عندكم اولاد وعندكم حاجات. وكان برضو اخر حاجه كان على طول بقولها في فيديوهاتي، كنت مره بستقيل من شغل، وكان شغل عاجبني جدا ومش عارف اجيب للمدير ازاي ان انا هستقيل. فقلت له انا ما عنديش اسباب ان انا امشي ومش عارف ايه وبتاع. فقال لي محمد there's always gonna be a reason، على طول في سبب ان انت تسيب الحاجه اللي انت فيها، على طول في سبب ان انت تنفصل عن الحاجه اللي انت فيها. قال لي الشغل مش عاجبك عشان بعيد عن بيتك، فلوس قليله، مديرك وحش، طبيعه الشغل مش حلوه، جالك اوفر، على طول في سبب. فما تخليش ان المشكله ان انت ايه السبب اللي يخليني انفصل عن مراتي، لان في الاسباب اللي تخليك تنفصل عن مراتك احنا كرجاله بص ممكن نعد لك اسباب زي كده في صفحتين ثلاثه، وهم ممكن يعدوا لك مسوده كتاب 100 صفحه. فكل واحد عنده اسبابه اللي تخلي كل واحد ينفصل عن التاني. لكن بص على الحاجات اللي تجمعكم اكتر. والله لو جمعت بصيت على هنا وبصيت هنا ولقيت دي اكتر من دي ابقى عايز تنفصل انفصل. لكن طبعا ما بقولكش انفصل، لكن بقول لك حاول تبص للجانب الايجابي، خصوصا لو في اولاد، دي من النقط اللي مهمه. بس اكتبوا لي كده في الكومنتس لو عندكم اي تجارب، ان شاء الله ما تكونش تجارب سلبيه في الجواز او حاجه، وحتى لو سلبيه عايزين تشاركوها معانا. احكوا لنا كده ايه رايكم في الانفصال والعلاقات اللي موجوده هنا في كندا. فيديو جاي هكلمكم على حاجه ثانيه ليها علاقه بالانفصال برضو، وبس عشان الهدف كله من الموضوع ان انا تبقى يعني عارف ان دي حاجه ممكن تحصل، فتحاول على قد ما تقدر لو اقدر اساعدك ان انت تتجنب حاجه زي دي ابقى ساعدتك. شكرا جزيلا ليكم، ما تنساش وصلت لغايه دلوقتي، ما تنساش تتابعنا. انا حكم من كندا، واشوفك على خير فيديو تاني جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.